تعد مشكلة المخدرات حاليا، يعني هي من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع ككل والشباب خصوصا، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية أيضا. لها يعني لذا وجب يعني أنه دائما يكون في شكل من أشكال تسليط الضوء على المخدرات بصورة عامة. يعني هي واحدة من المشكلات اللي يعني لها ما بعدها، وأحيانا بعض الأضرار التي لا يمكن التحكم فيها، واحيانا بتحصل لنا اشياء نحن يعني حتى ما بنقدر نتعافى بعدها. يعني اليوم الحديث عن مبادرة عافية لمكافحة المخدرات مع ضيف داخل الاستوديو الأستاذ عثمان تلاف، هو متحدث باسم المبادرة. صباح الخير. صباح الخير، حقيقة سعيدين جدا اللي نكون في سودانية 24 عبرك أستاذ فريد. أحيي كل المتابعين وأحيي الفريق العامل هنا. مرحبا بكم إن شاء الله جميعا. الله يخليك يا رب. كيف الأحوال؟ كيف أصبحتم؟ الحمد أنتم لله تمام؟ والله طيبين. الحمد لله. بداية مبادرة عافية. طيب، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك الستر. اللهم آمين. طيب، مبادرة عافية مبادرة هي منضوية وصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية من التعليم العالي. حقيقة المبادرة دي جات من عندنا كان مشروع كبير اسمه مشروع قيم. ومشروع قيم هو مشروع يستهدف قيمة معينة نعم. نغرسها في المجتمع كل فترة معينة. فأثناء الشغل في المشروع ده، مشروع القيم، واشتغل يعني أكثر من سنة تقريبا، واجهنا مشكلة. لقينا إنه واحدة من أكبر المشكلات اللي بتحول دون غرس قيم محددة في المجتمع موضوع المخدرات. فكان النقاش هل حيتم دمج متابعة أو المخدرات دي ضمن المبادرة بتاعت أو مشروع قيم، والله نفرد لها مبادرة براها. يعني مشروع قيم ده وصل لحائط مسدود هو اسمه المخدرات، هو مو حائط يعني مسدود بقى تماما، عائق، يعني بقى لكن واحدة من واحدة من العوائق أكبر الكبيرة اللي العوائق اللي بتواجهكم. هو ملف المخدرات. فعملنا مجموعة من الاجتماعات كده في الجماعة، طلعوا بمبادرة عافية بعد تصورات وزيارات ميدانية لمراكز صحية. نعم. وجلوس مع بعض المدمنين وبعض المتعافين والتواصل مع القطاعات الصحية في الجماعة وكده. طلعوا لنا بتصور كبير وورش برزنتيشن وكده. طلعوا مبادرة عافية. طيب، أهداف المبادرة الأساسية؟ طيب، عندنا مجموعة من الأهداف. نعم. الهدف الأول طبعا محاولة توعية وتعريف المجتمع بخطورة المخدرات وحكمها الشرعي وآثارها على المجتمع وآثارها على الأسرة والمجتمعات كلها بصورة عامة. الحاجة الثانية حقيقة، وهو ده هدف رئيس من أهداف المبادرة، إنه نستنهض كافة الجهات الرسمية والمبادرات المشتتة الموجودة اللي بتشتغل في ذات السياق، ونستنهض معانا حتى الجهات الرسمية. نوحد توحيد تحت الجهود المبادرة يعني. دي، ونصنع شراكات واسعة عشان نوجه على الأقل ضربة قاضية أو ضربة كبيرة لملف المخدرات. طيب، في تصوركم في مبادرة عافية لمكافحة المخدرات؟ طيب، عندنا مجموعة من الآليات ومجموعة من الحاجات نحن اخترناها عشان نقدر نشتغل عليها. طيب. واحدة من الحاجات اللي نحن بنشتغل عليها موضوع التجمعات، يعني المدارس، وبصورة عامة نحن أو بصورة خاصة مستهدفين الجامعات ومدارس الأساس والثانوي. نعم. دي لأنها بقت بؤر بتاعت انتشار وكده. عندنا لها آليات وعندنا لها طرق. وبرضه مستهدفين التجمعات العامة زي الساحة الخضراء، وحيكون في افتتاح قريب لتدشين للمبادرة بصورة كبيرة في الساحة الخضراء، وإعلاناتها تقريبا من البارح طلعت. وحنستهدف المناطق اللي فيها انتشار، يعني حسب البيانات الرسمية والمعلومات الرسمية، نبشر استهدفها بالتوعية بعمل وكده. برضو من الآليات اللي بالنسبة لنا اخترناها في مبادرة عافية عشان نشتغل عليها، انه ودي واحدة من الأهداف الجوية المفترض نذكرها، ناخذ بيد المدمنين للطرق العلاجية السليمة. نحن أصلا الآن عندنا إشكال في التعامل مع المدمنين وكده. ده بالتعاون مع مراكز علاجية متخصصة في علاج الإدمان وكده. التعامل مع الإدمان ده بمعنى المدمن نفسه ولا أسرة المدمن نفسه. آه. نحن دايرين ناخذ بأيدي المدمنين، نوصلهم لدرجات بتاعت العلاج وكده. عندنا واحدة من الأهداف الكبيرة أصلا
نأمل إنه نصل لها عبر المبادرة، إنه نعمل مركز تأهيل خيري كبير، يكون حاجة ضخمة جدا، يكون فيه نخلق فيه بيئة بتاعت تعافي حقيقية، ونتابع فيه حتى الناس اللي يتعافوا من المرض ده، من الإدمان المخدرات وكده، نتابعهم متابعات من 4 إلى 6 شهور. ده لحد هدف ما نضمن. مستقبلي ده للمبادرة هدف ولا هسه مستقبلي حاليا للمبادرة. يعني انتم أصلا بديتوا شغالين تاخذوا؟ عليه. وأنا هنا عبرك استنهض كل الجهات الرسمية والجهات الطوعية والخيرية إنها تساندنا في المشروع ده. ان شاء وده الله مشروع صوتك كبير يكون وصل شديد ان شاء الله. حقيقة، محتاجين وقف حقيقي. طيب يعني هل انت قلت انه انتم زرتوا المراكز عشان تشوفوا الوضع كيف والحال كيف، يعني المراكز بتاعت تأهيل الشباب دي هي موجودة متوفرة والله يا أستاذ فريد موجودة، لكن ما كثيرة، بسيطة شديد. حتى المراكز ذاتها فيها مجموعة من الإشكالات. يعني واحدة من الإشكالات الموجودة الآن، يعني تلقى مركز كبير فيه 20 سرير، يعني ما بياخذ أكثر من كده. وحقيقة يعني مع وهي تفاقم مكتظة، يعني المراكز اللي انتم مكتظة وصلتوا بصورة ما مكتظة. تتخيلها. يعني الآن معظم الناس الأسر المقتدرة بيطلعوا أولادهم برا، نعم، بيطلعوا الناس اللي وقعوا في المرض ده برا. فبالتالي يعني عليها إقبال. مع الإقبال الكبير ده في قلة في الاستيعاب، ومحتاجة مجموعة منها محتاجة لتأهيل ومحتاجة لإعادة بتاع كده، يعني فمحتاجة شغل كبير. فبالتالي نحن نشوف إنه إعادتها ومشاركتنا معاها وجلوسنا معاها ومساندتها كده واحدة من طرق معالجة الموضوع ده، والحد من إدمان المخدرات. في مشكلة في الكادر البشري ولا الكادر البشري متوفر في كل المراكز؟ الكادر البشري متوفر طبعا. الكوادر الصحية ما شاء الله على المستوى موجودين. لكن الكادر الطوعي او اللي يشتغل لك الشغل التطوعي ده شويه فيه شح. نعم. فبالتالي هنا برضه دي دعوه لكل الجهات الطوعيه والشخصيات التطوعيه اللي بتشتغل في مجال اصلاح المجتمعات وكده، انها تشتغل معنا في موضوع المبادره وكده، مبادره عافيه، عشان نصنع على الاقل جيل متعافي من المخدرات. جميل. طيب انتم يعني في مبادره عافيه مستصحبين اخصائيين نفسيين، ولا يعني بتحاولوا تخاطبوا الوازع الديني مثلا عند الشباب كده؟ يعني هو طبعا الوازع الديني ده جزء. نعم. طبعا نحن بنحاول في المبادره، عندنا تصور للمشكله ككل، ابتداء من الاسباب بنحاول نحصرها، يعني زي الاسباب الاسريه والشلاليات والى اخره. نعم. طبعا معروفه، بنقدر نخترق المساحات دي ونقدر نتكلم عنها، والبيئه نعم. ونقدر نصلحها كده. ده عنده خطاب. بعد ما يحصل الادمان عنده خطاب معين، متعاقدين مع مجموعه زي ما قلت لك، عندنا شراكات مع مراكز صحيه. نعم. عندنا اصلا في الجماعه القطاع الصحي، هو ده القطاع عنده لجنه كامله في المبادره اسمها اللجنه الطبيه، وعندهم رقم ساخن وعندهم بوت في التليجرام، يستقبلوا عبره البلاغات ويستقبلوا عبره المدمنين الحابين انهم يتعافوا كده. فده جزء من الحاجه اللي بتقدمها المبادره. الخطاب مهم جدا يعني كده. هو الدين صالح لكل زمان ومكان، أكيد لكن أكيد. الطريقه بتاعت الخطاب او أكيد. انك انت كيف تتواصل مع الشباب يعني هي دي المحتاجه لشويه كده بتاعت. اكيد. الان نحن عندنا تواصل مع مجموعه من الدراميين ومجموعه من الممثلين عشان يعملوا لنا سكتشات حول الهنا. الحقيقه زي ما قلت لك، نحن المساله دي ما مساله بتاعت جماعه ولا مساله بتاعت خطاب ديني فقط، مساله بتاعت مجتمع كامل. مجتمعي يعني. محتاجين كل الجهات الاعلاميه واي زول صاحب تاثير مفترض شنو ياخذ الملف ده على محمل الجد. اكيد الهم واحد يعني كده. المبادره عافيه الجهات الداعمه للمبادره حاليا. الآن عندنا مجموعة من الشراكات مع جهات رسمية، وزارة الصحة وشرطة مكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم. حنعقد معاها في خلال الأسبوع ده شراكة. طبعا المشرف عليها جماعة أنصار السنة المحمدية وكده. الآن بصورة عامة لحد الآن عندنا معانا مراكز إعلامية عندها شراكة كبيرة، مركز نور للإعلام وكده، ومنظمات خيرية، منظمة بصائر ومنظمة بيت الجود وغيرها. الآن فرصة إلى الآن مفتوحة يعني لكافة الشراكات وكده. إن شاء الله جدا، لأنه المسألة دي محتاجة حقيقة تضافر بتاع جهود وتوحيد الصف عشان نقدر على الأقل ننجز إنجاز كويس في ملف المخدرات ونحيد من انتشار المخدرات وكده. ان شاء الله موفقين يا رب كده. طيب خلينا نتكلم عن يا عثمان عن الوقايه. الوقايه طبعا هي مهمه جدا ففي خطاب وقائي مثلا في انه يعني انت حتى تخاطب شباب اصحاء، يعني هم غير مدمنين، لكن شنو يعني تزرع جوان الوعي
بتاع المخدرات في انه هو يعني ده يكون بعيدين كل البعد من انه يسلكوا مسلك زي ده كده، حتى وان توفرت يعني كل المعينات في انه هم يصبحوا مدمنين، لكن الوعي الجوان بيبعدهم دائما من الاجواء دي ودائما بيبعدهم من وهو اصلا نحن واحده من خطوط العمل الرسميه للمبادره هو خط الوعي. اصلا احنا مستندين على الوعي كآلية اساسيه لشنو؟ لمحاربه المخدرات. نعم. ونلعب على قضيه الوقايه نفسها، لانه ده الاساس فيه. تمام. فبالتالي عندنا مجموعه بتاعت لقاءات ومجموعه بتاعت ندوات ومجموعه بتاعت جلسات حتى في شارع النيل واستفتاءات وكده. دي كلها بغرض شنو؟ بغرض صنع رأي عام ووعي للمجتمع حول القضية دي. حتى جزء من الحاجات اللي احنا بنستهدفها الميديا تحديدا، اشتغل فيه مقاطع تعريفية بكل المواد الإدمانية دي بين أطباء نفسيين وحتى الخطاب الشرعي فيه. ففي مجموعة حزمة بتاعت مقاطع قايم عليها اللجنة الإعلامية عندنا، حتتنشر كلها على شنو؟ على جرعات متباعدة حتى الناس تستوعب معانا القضية دي وخطورتها يعني واشكالياتها. استصحاب الرأي العام مهم جدا يعني بالذات صحيح. في مثل هذه القضايا. يمكن يكون في الآونة الأخيرة يعني قبل أيام يعني قليلة تم عرض واحد من الأفلام هو تقريبا اسمه الآيس، حتى يعني تم طرحه في صباحات سودانية هنا والحديث عنه كده يعني أخذ يعني رواج كبير جدا في يعني لما انه دي يمكن يكون واحده من يعني الخليه في مبادره عافيه. انتم تصادمتوا مع مخدر الايس لانه هو اصبح الاكثر استخداما او شيوعا بين الشباب وخطورته هي الاعلى تقريبا يعني بين ف يعني حتى انواع المخدرات ذاتها وطرق التوعيه والعلاج منها والاشياء دي كده بتحتاج برضه لثقافه عاليه جدا كده يعني انها تكون موجوده داخل المبادره في انها هي تقدر توصل للاهداف اللي حابه توصل لها. صحيح. زي ما قلت لك الان احنا عندنا قطاع صحي. اللجنه الصحيه دي هي لجنه متخصصه فيها اطباء نفسيين، فيهم ناس اصلا متخصصين في محاربه المخدرات والادمان وكده بيشتغلوا في الملفات دي. نعم. عندنا ناس عندنا معاهم شراكه اللي هم شغالين اصلا في مراكز بتاع ادمان وكده. فالمعلومه ما يعني دائما المعلومات بتكون متوفره عندنا، خصوصا علاقاتنا وشراكاتنا اللي هي جايه مع الجهات الرسميه كلها. فدي كلها بتدينا مؤهل انه يكون عندنا معلومات حقيقيه ويكون عندنا حاجات يعني حتى الاحصائيات. لو اتكلمنا عن احصائيات مفترض تكون احصائيات مضبوطه. ليه؟ لانه دي مبادره عليها شراكات رسميه وكده، والمسائل دي هي مسائل بتحتاج لجهد كبير جدا منكم. جهد كبير. ربنا يوفقكم. عشان كده زي ما قلت لك احنا محتاجين انه كل الجهات الموجوده، جهات اعلاميه، جهات رسميه، انها تعمل شراكات مع المبادره عشان ندفع قدما لمحاربه والحد من انتشار. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. لكن احنا بنشكرك جدا عثمان تلاف في وجودك معنا اليوم. كل التوفيق ان شاء الله، ونسمع عن خطوات كبيره جدا ناجحه عن المبادره كده. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويقويكم ان شاء الله. شكرا كثير. خير يا رب. سعيدين جدا باستضافتكم، ونسال الله عز وجل انه يعافينا جميعا من المخدرات. اللهم امين. وعافيه للاوطان وعافيه للابدان ان شاء الله، مع لصراع الجيل متعافي ان شاء الله. ان شاء الله.